آه، كنت مشغول وأتكلم لكم بصراحة. ما أعرف شلون يعني أستقبل علي العراقي. أتكلم لكم بكل صراحة، ما أعرف شلون أستقبله، لأنه تقريبا 1000 حلقة موجود الآن على القناة. وخلال هذه الحلقات علي العراقي منذ بداية البث هو مخالف لنا وموافق ببعض العقائد التي انتصر فيها، وهذه مشهود له، انتصر فيها لمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عندما طرح موضوع السحر، الرجل انتصر للنبي محمد صلى الله عليه وآله. عندما فتحت موضوع تقريبا 40 حلقة، موضوع رزية الخميس، وقف مثل الجبل أمام من يطعن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أريد مدح الرجل، وإنما الحلقات موجودة وصوته موجود والتاريخ قد سجل له. فتدور الدنيا وعلي العراقي يعلنها صرخة مدوية أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن عليا عليه السلام وأولاده المعصومين بالحق حجج الله تبارك وتعالى. فالآن راح نستقبل الأخ علي العراقي إذا اتصل هو، لأنه كان يريد يتداخل لكن الآن قطع الخط. إن شاء الله يتصل وأنا أستقبل اتصال. طيب تفضل أخونا الحبيب رامي، تفضل رامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية حج جوال، كيف حالك؟ الله يبارك فيك حبيبي، أهلا وسهلا. الله يسلمك. صوتي واضح إن شاء الله؟ واضح جدا. الله يسلمك. أنا أول شيء حبيت أبارك لأخونا علي العراقي استبصاره، وأنا يعني رحلة مدتها 10 سنين تقريبا. كنت شافعية نحن بسوريا. لما جيت الخليج اتبعت السلفية. لا تقول مكانك لا تذكره، تفضل كمل. طلعت الآن. المهم اتبعت بعدين فتحي الصافي ورحت على الحنفية، حبيت أبو حنيفة. نعم. لكن أحس شيء ناقص، أحس في شيء غلط. حبيت جلال الدين الرومي، رحت الصوفية. بعدين بدأت أتابع عدنان إبراهيم، معاوية في الميزان. بعدين تابعت فرحان المالكي، سهيل زكار. بعدين تابعتك على مدار 10 سنين. الله يحفظك. اللهم إني أشهد أن لا إله إلا الله لا مثيل له لا شيء مثله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عليا وأولاده حجة الله على الأرض. اللهم صل على المعصومين الطاهرين المطهرين. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. أنا من شهور، من لما بدأت معاكم حسيت طيبتكم، وحسيتكم رفض لأي شيء أنتم يعني أي طعن بالنبي وآله أنتم ضده. فهذا كانت البوصلة تبعي. يعني أنا متأكد أن السنة والشيعة وكل ملل الإسلام متفقة على محمد وآل محمد، ما في خلاف عليهم. اللهم صل على محمد. فأنا بدأت أبحث عن الجهة اللي ما في عليها خلاف، المطهرة، وبصراحة ما في غيرهم. سلام الله عليهم. كل الباقيين أنت شفت يعني المشاكل والشبهات والطعون فيهم، لكن آل محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام ما حدا اختلف فيهم. ما حدا طبعا الا كتب الحديث اللي انت بتطلع لنا اياها كل يوم. انا اشتريت البخاري ومسلم، اشتريتهم. انا ما الكلام اسمعه منك، رحت اشتريتهم وقعدت احدد، صرت اشوف اشياء انت لسه ما وصلت لها او ما حكيت عليها لسه، ما اجى دورها. يعني مصايب موجوده في كتبنا، الله وكيلك. انا هي دعوه مني لكل اخواننا اهل السنه. مو موضوع ان الانسان يتشيع او يستبصر او يبقى سني. الموضوع هو النبي عليه الصلاه والسلام
وآله. بس هاي هي البوصلة تبعنا. حتى أهل السنة كلهم بيحبوا محمد، وآل محمد بالاسم بيحبوا آل محمد بالاسم، لكن ما حدا يعرف منهم أحد. طيب أخونا رامي، بس أريد أسألك، أنت قبل مدة بسيطة قلت لي لسه أنا مو ناوية شيء أو في شيء بسيط أو كذا، صح ولا أنا يعني مشتبه؟ صحيح صحيح. طيب واليوم أنت قررت أن تقتحم العقبة. صحيح. طيب أنا أريد السيد ميثم حتى نتبارك بصوت سيد ميثم يلقنك الشهادات الثلاثة، ممكن؟ ممكن. يا أنا معي زوجتي كمان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. سيدنا أنتم بركة، والله على محمد وآل محمد. وأنا بس فقط قبل أن السيد ميثم يلقنا الشهادات، الأخ رامي داخل معنا كم مداخلة، هو متابع وتداخل معنا، وكنت أقول له اقتحم العقبة، اعلن التشيع، يقول لسه وبعد وكذا. فاليوم قرر أن بعد الأخ علي العراقي، بعد علي العراقي 1000 حلقة واقتحم العقبة، رأى أمير المؤمنين عليه السلام. والآن ابن الحلال الذكرى اتصل علي العراقي، رأى أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين أخبره، أمير المؤمنين بنفسه أخبره بالحقيقة. واليوم يأتي الأخ رامي والآن يقول وزوجته الكريمة أيضا، ليعلن الأخ رامي الآن أنه يركب سفينة النجاة وأنه يوالي محمد وآل محمد. فليتفضل بالصلاة على محمد السيد ميثم الموسوي بتلقينه الشهادة. تفضل سيدنا. أول شيء شنو شعورك سيدنا؟ وهذا أيضا بذرة أخرى طيبة، وهذا من زرع البرنامج ومن صبر البرنامج. الأخ الحبيب رامي الآن يعلنها ويشهد بأنه يركب سفينة محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. تفضل سيدي. والله حجي ما أعرف، يعني حقيقة ما تسعفني الكلمات. أنت تعرف أنه لما الأخ علي اتصل بيك، أنا أخبرتك وين كنت جالس. أنا كنت جالس في حرم الإمام الرضا عليه السلام، من هناك يعني بالتليفون وأستمع. فما يعني الشعور اللي كنت أشعره بذاك الوقت والآن نفس الشيء، حقيقة شعور لا يوصف، شعور لا يوصف. فنقول إنها نعمة، وهذه النعمة أكثر مما نستحق أن نكون أدلاء على محمد وآل محمد. هذه نعمة عظيمة جدا، تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى محافظة وتحتاج إلى دوام. فأنا أسأل الله بحق محمد وآل محمد كل الأخوة المتشيعين أن يثبتنا الله وإياهم على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنها من أفضل النعم، كما يقول الإمام الصادق حينما يسأله سائل عن أفضل النعم، يقول له أفضل النعم هي ولاية أمير المؤمنين. فسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجك من هذه النعمة، أن لا يخرجك من هذه النعمة. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه، وخصوصا نعمة الولاء لمحمد وآل محمد. أخونا العزيز الفاضل رامي، قبل أن تلقن الأخ الشهادات الثلاثة، أريد من الجميع أنه يصلون على محمد وآل محمد ويدعون للأخ علي العراقي اللي هو موجود الآن أمامنا، ويدعون للأخ رامي ولزوجته الكريمة، ويدعون لكل إنسان مستبصر بأن الله تبارك وتعالى يحشرنا معهم ومع محمد صلى الله عليه وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وكلكم صلوا على محمد وآل محمد، وانشروا الخبر الآن أخواني، وأرجو من الجميع أن يقتطع المقاطع للأخ الآن اللي سوف يتشيع الأخ رامي، ولأنه علي العراقي يعني حقيقة اللي وصلني، سأتكلم
عن كمية الاتصالات وما وصلني عن الأخ علي العراقي. بعد أن يتفضل السيد نستقبل السيد لتلقين الشهادات 3 للأخ رامي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياك الله أخونا العزيز رامي، وحيا الله أختنا الفاضلة زوجتكم الكريمة، وأبارك لكم وأهنيكم ونهني أنفسنا بركوبكم سفينة النجاة وسلوككم طريق محمد وآل محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايتهم. أخونا العزيز رامي تسمعني؟ الله يبارك فيك. معك. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طيب نبدأ الآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهما المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وزوجه وأولاده حجج الله على الأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والي أولياءهم وأعادي أعداءهم. ووالي أولياءهم وأعادي من عاداهم. أحسنتم، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم وهنيئا لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يرحم والديك ويرحم هذه البذرة الطيبة، وأسأل الله أن يستر عليكم، وأسأل الله أن يرزقكم من خير الدنيا والآخرة. يعني نعم الطريق، طريق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقكم في القريب العاجل زيارة محمد صلى الله عليه وآله، وزيارة قبور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وزيارة العراق مراقد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أنا متعمد أقول هذه الكلمة لأن أعرف ماذا سيقول هؤلاء بعد هذه الكلمة، لكن من الآن سترون برد الولاء لمحمد وآل محمد في صدوركم، وأسأل الله أن يبارك لكم في الذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنيئا لكم أخونا وهنيئا لأختي الكريمة ورحم الله والديك. الله يسلمك، شكرا لكم كثير. حدا من أخواننا بالعراق يوصل لنا يزور عنا زيارة ويوصل سلامنا للإمام أمير المؤمنين وأولاده الكرام. الله يحفظك. إن شاء الله حدا يلبينا فيها. إن شاء الله سيكون الأخوان الآن يسمعوك في مضيف كريم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن أحد الأخوة أهدى للقناة، حمد سليمان، أهدى للقناة إكراما لتشيع الأخ رامي وزوجته الكريمة، تبرع على القناة $300. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أطلب من الشيخ أبو رقية والأخ عصام أن يزوروا أمير المؤمنين ويزوروا الحسين، هم قريبين على الحسين عليه السلام الآن، وأخي بالفضل العباس، وارسلوا لي التصوير، وسأرسل التصوير والفيديو إن شاء الله للأخ رامي زيارة نيابة عن الأخ رامي وعن كل الأخوة الذين يتواجدون معنا، ونيابة عن الأخ الحبيب الغالي الأخ حمد سليمان، الذي حقيقة ما أن يرى متشيع. يعني الأخ علي العراقي أول أمس أو قبل يومين أيضا تبرع، والأخوة تبرعوا للقناة نيابة، كثير من الأخوة حقيقة نيابة عن الأخ علي العراقي، والآن نيابة عن الأخ رامي. أسأل الله أن يبارك لك وفي زوجتك الكريمة وفي ذريتك، وإن شاء الله أسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن العاقبة. يا الله لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا يا الله برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. احشر الأخ رامي وزوجته الكريمة في رحال محمد وآل محمد. اللهم اسقنا شربة هنيئة باردة من يد أمير المؤمنين عليه السلام، لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
رحم الله والديك أخونا رامي، وجزاك الله خير الجزاء، وزوجك الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه ثمرة أخرى للبرنامج، وأريدكم أن تتأملوا نورامي وزوجتي الكريمة، وانظروا غدا لأولادهما، هؤلاء كلهم سيكونون من شيعة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. لذلك أحد الأخوة تبرع من لندن